رمضان محلاها ايامك، باركها المولى وادامك، الجنة تعطر انسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش معكم مرة أخرى مع المسابقة الرمضانية التي تبثها قناة أبو حمير كل يوم في رمضان. من أعماق قلوبنا نشكر كل المتابعين وكل المشاركين وكل من كان سبب في إقامة هذا البرنامج الرمضاني. سؤالنا الذي سيطرح: إن لله عتقاء في هذا الشهر الكريم، يعتق الله عز وجل، يعتق في كل يوم 1000 معناه مليون. يعتق الله عز وجل من يشاء ما عدا 4. من هؤلاء ال4 الذين لم يقبل الله منهم لا صرفا ولا عدلا ولا يعتقهم؟ هذا هو سؤالنا الذي طرح في هذه الحلقة. كانت هذه الحلقة برعاية الأخوين اللذين قد توفيا، أحمد صالح الرياشي وعبد صالح الرياشي، نسأل الله أن يرحمهما وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. تابعونا. لله عتقاء في شهر رمضان، الله عز وجل يعتق كثير من عباده ما عدا 4 أصناف لم يعتقهم. من هم؟ المنافقون وشاهدين الزور آكلين أموال الناس بدون حق، أموال الناس بغير حق. باقي واحدة. والعاق والديه. العاق والده صح، معك واحدة والثلاثة لك خطأ، باقي معك 3. جاوب أحمد. تارك الصلاة. العاق والديه. العاق والديه يا عبد القادر. التارك للصلاة. التارك للصلاة هم لم يجيبوا إلا عاق والديه. هذا عاق والديه لن يقبل الله له لا صرفا ولا عدلا ولا يعتقه في ليالي رمضان. الآن نحن مشرفين على مدرسة الشهيد الزبيري، سنسلط الضوء عليها، فتابعونا. نحن الآن سنسلط الضوء على هذا المبنى الجديد. كنا ندرس سابقا في المبنى القديم مدرسة الشهيد الزبيري، والآن حبينا أن نظهر لكم المبنى الجديد. نشكر مدير المدرسة ونشكر وكيل المدرسة الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، والله نحييه ونحيي كل المدرسين الذين بذلوا جهد في تعليم أبنائنا. هذا هو المبنى الجديد الذي بني قبل يمكن 10 سنوات. والآن سوف سؤالنا الذي سيطرح في هذه الحلقة: من هم ال5 الذين لا يعتقهم الله في يوم القيامة أو لا يعتقهم الله في رمضان؟ لله عتقاء في شهر رمضان إلا 5، هؤلاء لم يعتقهم. فمن هؤلاء ال5؟ لقد أجاب واحد منهم قال عاق والديه لم يعتقه الله عز وجل بسبب أنه قصر في حق والديه. الآن سنمر على الفصول كما مرينا على كثير من المدارس. دائما المدارس كنا ندخل إليها فنقدم لهم السؤال. الآن استاذنا في هذه الساعة أبو كريم الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، فصرح لنا بالدخول، قال: ادخلوا المدرسة مدرستكم والطلاب أبنائكم فاسألوا ما شئتم ونحن تحت أمركم. تحياتي له شكرا له على هذه الابتسامة الطيبة وعلى هذا الاستقبال الجميل. الآن أول سنمر على اللجنة الأولى. أنظر من هذا المكان أن اللي مراقب فيها الأستاذ شمسان الحدي. تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟ وكيف الاختبار معكم؟ الله يوفقكم ويعينكم، واستمروا على ما أنتم عليه في طلب العلم. أنتم ستكونون فيما بعد بلسم جرح هذه الأمة. لا نريد أن تصلوا بعد أن تخرجوا من ثالث ثانوي تتركوا الدراسة، لا، استمروا، فإن التعليم فيما بعد ستكونوا معلمين. الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض يصلون على معلم الناس. سؤالي لكم: سؤال المدرس، كيف أنت يا أستاذ شمسان؟ يقول لك شهر مبارك كل عام وأنتم بخير. سؤالنا الذي طرح في هذه الحلقة: إن لله عتقاء. السؤال لهم يا شمسان: لله عتقاء. الله عز وجل لما يصوم الإنسان ويظل صايم ويقرأ القرآن ويقيم الليل ويصلي صلاة التراويح،
الله عز وجل يعتقهم من النار ما عدا 4. هذول ال4 لم يعتقهم الله من النار، فمن هم؟ ذي عيجاوب بعطيه جائزة. الأول قد جاوبنا واحد قال الذي يعق والديه، الذي يرفع صوته فوق أبوه والذي يعق والديه، هذا الله عز وجل ما يعتقه من النار حتى يتوب. باقي 3 منهم؟ المتخاصمين. وإجابة صحيحة، متخاصمين. جاوبوا 2 باقي 2، عاق والديه والمتخاصمين. بعض الناس تلقاه يصلي ويصوم ويزيد الاستغفار، وتلقى هذا مخاصم خوه ولا هذا مخاصم جويره ولا، الله عز وجل لم يقبل منه. تمام، فيقول الله دعوهما حتى يصطلحا. الذي يهجر أخاه فوق 3 لا يمكن إن الله يقبل منه لا صيام ولا قيام ولا صدقة حتى يتسامح من أخوه. المتخاصمين 1 2 عاق الوالدين، باقي 2. الآن ومرينا على أستاذنا الأستاذ شمسان أبو صفان، هذا الزميل زميل الدرب، نسأل الله له التوفيق. سنمر، هذه اللجنة الأولى، سنمر على اللجنة الثانية وتابعونا. مرينا على اللجنة الأولى، سنمر على اللجنة الأخيرة. أولا بصراحة أنا كلما دخلت أي مجمع أو أي مدرسة قد تكون هناك نوع قليل من الفوضى، قليل من قبل الطلاب، لكن لما دخلت إلى مدرسة الشهيد الزبيري كأن على رؤوسهم الطير الطلاب، هذا يدل على هيبة الإدارة، فتحياتي لهم. الآن السلام عليكم ورحمة الله. كيف أنت يا أستاذ محمد؟ أستاذ توفيق، السلام عليكم. وشهر مبارك. الله يعينكم، واستمروا على ما أنتم فيه في تعليم أبنائنا، فلكم الأجر ولكم الثواب. إذا انقطعت رواتبكم من الأرض فإن رواتبكم من السماء، والأجر لم ينقطع إن شاء الله. سؤالنا الذي طرح وكان في اللجنة الثانية، أستاذ توفيق قليلا عن التعريف. معنا تعتبر فيلسوف عصر في هذا الزمان، ومحمد الكهالي الذي بذل جهدا كبيرا في تعليم أبنائنا، نسأل الله لكم التوفيق. السؤال الذي طرح للطلاب ثم طرح للمدرسين، هم قد أجابوا على 2، باقي 2، والذي بيجاوب على 2 بعطيه 5000. هذه الجائزة كانت برعاية الوالدين اللذين قد رحلا، أحمد صالح الرياشي وعبد صالح الرياشي، نسأل الله أن يرحمهما. سؤال: إن لله عتقاء في رمضان، الإنسان في رمضان لما يصوم ويقيم الليل ويذكر الله، الله يعتق في كل ليلة مليون، ما عدا 4 لم يعتقهم الله من النار. علي اذكر لي حتى واحد. لم نجد الإجابة، ونتمنى لكم مستقبلا مشرقا، وسنتوجه إلى اللجنة الثالثة. الآن مرينا على اللجنة الأولى ثم اللجنة الثانية، سنمر على الأستاذ الكبير، أستاذنا ومعلم هذا الجيل، الأستاذ نصر بن يحيى الحدي. والله إننا أقدر جهوده، وتحياتي للأستاذ نصر. أول ما دخلت إلى هذا اللجنة الثالثة 4 لم يعتقهم الله عز وجل يوم القيامة. في كل ليلة أنت لما تكون صائم وتصلي صلاة التراويح وتجوع، الله عز وجل قد يعتقك من النار ويدخلك الجنة، ما عدا 4. هؤلاء ال4 لم يدخلهم الله الجنة. فمن هم؟ الذين لا يعتقهم الله ولا يقبل منهم. 1 عاق الوالدين، تمام، عاق الوالدين. 2 المتخاصمين هذا ما يقبل الله منهم. باقي 2، إذا قدر يجاوب على 2 بعطيها الآن 5000. لم نجد الإجابة عند اللجنة الثالثة، وفي أمان الله نتمنى لكم مستقبلا مشرقا. بعد أن سلطنا الضوء على مدرسة الشهيد الزبيري، مرينا على اللجنة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة في المبنى الأول. الآن سنتوجه إلى المبنى الثاني، سنتوجه إلى المبنى الثاني وإن شاء الله، وتابعونا الآن بنمر عليهم. أنت لما تصوم في رمضان وتصلي صلاة التراويح، الله عز وجل بينجيك من النار ويدخلك الجنة. كثير الذي بيعتقهم الله من النار ويدخلهم الجنة إلا 4. من أحد الطلاب جاوب 2، قال الذي يعق والديه ما الله عز وجل لم يعتقه من النار. الذي يعق والديه والمخاصم الذي خاصم زميله ولا أخوه. باقي 2، ذي يجاوب لي على 2 بعطيه جائزة. من يترك الصلاة مقاربة أنت، لم يبقى إلا 2. الذي يعبد الأصنام.
الذي يعبد الأصنام؟ لا. أستاذي السلام عليكم، أنا أحيي أستاذنا، عرفنا على اسمك. محمد عبد الرحمن صالح الرباحي. محمد الرباحي من الجوران، حياك الله. مدرس سنة، نسأل الله أن يكتب أجرك وأن يقدر جهدك، وأنت تستاهل كل خير. أنا أشكركم على هذه الزيارة، وإن شاء الله تميز المتثقفين والفاهمين في هذه المدرسة. يعطيك ألف عافية. لله عتقى في كل ليلة، يعتق الله كثير ما عدا 4. من هؤلاء ال4 الذين لم يعتقهم الله من النار؟ الكفار. الكفار. أنا عاد أجاوب على الثالث والرابع لكم، تمام، من أجل أننا أتساعد معكم. أنا أشتري يا إما أن يكون طالب ولا طالبة يجاوبوا على السؤال، تمام. 3 4 هؤلاء لم يعتقهم الله من النار. كل الذين يصلوا صلاة التراويح ويصوموا ويتصدقوا ويستغفروا، الله عز وجل الله عز وجل يعتقهم من النار. قد كانوا الآن على وشك دخولهم إلى النار، لكن الله أعتقهم إلا 4. أنا بجاوب 3 والرابع عليكم. 1 عاق والديه، 2 المخاصم يظل يخاصم الناس، 3 مدمن الخمر الذي دائما يشرب الخمر في استمرار وما تاب إلى الله لم يعتقه الله من النار. باقي 1 عاصي أمه، قد أنا ذكرته، عاق والديه ومدمن الخمر والمخاصم. باقي 1 ذي بيجاوب أعطيه جائزة، وسننتقل إلى اللجنة الأخرى. الآن نحن مرينا على اللجنة الخامسة وما زلنا نقدم السؤال. إن الله عز وجل يعتق كثير يوم القيامة في كل ليلة من رمضان ما عدا 4، لقد ذكرنا 3 من أجل تسهيل الإجابة. الذين لم يعتقهم الله في كل ليلة من رمضان، الذي دائما مدمن الخمر هذا لا يمكن إن الله يقبل منه صرفا ولا عدلا، والذي خاصم أخوه لا يقبل الله منه، والذي دائما عاق والديه. لم يبقى إلا 1. من يقول لي من؟ قاطع الرحم. قاطع الرحم، وإجابة صحيحة. فقد استطعنا أن نأخذ الإجابة منك. اسمك؟ سعد علي صالح. سعد الخضري، وإجابة صحيحة. بعد ما مرينا على الطلاب ومرينا على المدرسين لم نجد الإجابة إلا عند سعد الخضري، فمبروك لك الجائزة. ونتمنى لكل هؤلاء الطلاب مستقبلا مشرقا، علموا أبناءكم يا رب. أنزل على الطلاب غادية من السداد بما جدوا وما عملوا، العلم علمك والأفهام عاجزة، فإن أذنت لهم في فهمهم فهموا. وكانت إجابة صحيحة، وهذه 5000 للولد سعد الخضري، ومبروك لك الجائزة. صفقوا له. هذه الجائزة كانت برعاية الأخوين اللذين قد رحلا، عبد الصالح الرياشي والوالد الذي قلبهم كان معلق في المساجد أحمد صالح الرياشي، ونسأل الله أن يرحمهما. ومبروك لك الجائزة. صفقوا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش معكم مرة أخرى مع المسابقة الرياضية. نحن وما زلنا مسلطين الضوء على مدرسة الشهيد الزبيري. نشكر كل المعلمين الذين استقبلوا بحفاوة، ونشكر أيضا أبنائنا الطلاب، ونتمنى لهم مستقبلا مشرقا وأن يواصلوا دراستهم. الآن أنا أخذت 6 من الشباب أو 6 من الطلاب، كل 2 سيأخذوا الإناء فيه ماء، إناء كذا كبير قليل فيه كمية من الماء. الذي سيصل الأول ثم يحافظ على كمية من الماء من 2 المتسابقين من هؤلاء 6 سوف أعطيهم جائزة ل2 5000. الذي سيصل الأول من 2 سوف أعطيه 5000. وهذه كانت برعاية أيضا الوالدين اللذين قد رحلا، الأخوين عبد الصالح الرياشي وأحمد صالح الرياشي. الآن قبل تبدأ يعرف أسماءهم هم 2 محمد صالح الفرح، حيدر منها علي، حيدر بدر. الآن عندما أقول لكم استعدوا، كل من يضع يده على وأن تضع يدك على عندما تكون المسابقة. المتسابق الأول، شوفوا، الذي سيأخذ الإناء الماء حتى يوصل عند الجدار حق المدرسة حق تمام. إلي الأول المتسابق الأول، ويقبل إليه الأول ويحافظ على كمية الماء، إن الماء ما يتساقطش، هو الذي سوف أعطيه الجائزة. وتبدو عند 3 هكذا بيجيكم. عندما أقول لكم تبدأوا تسرعوا تمشوا، ركزوا معي. 1
ياي ركزوا معي، 1 2 3. الآن احنا بنزيد نعمل لهم الشوط الأول. الشوط الأول الذي استطاع أن يفوز هو محسن عباد ومحمد خالد. احنا هنعمل لهم 3 أشواط، معنا ذهاب وإياب آخر مرة، ثانيا ثم ذهاب وإياب مرتين. الآن بترككم أيضا المجال، والذي بيفوز بنعطيه جهز، بنعطيها 5000. شوف تشير ذهاب تمام، وتقبلوا لهنا وتروحوا مرة ثانية وتقبلوا تمام. آخر شيء والذي بيستعد الآن والفائز بعدها سنقرر من هو الفائز والذي سوف نعطيه 5000. 1 2 3. أهلا أهلا يا رمضان، بقدومك يا شهر الخير، راحتنا والبهجة غير، راحتنا والبهجة غير. هات الزاد وحث السير وادخل من باب الريان، هات الزاد وحث السير وادخل من باب الريان، وادخل من باب الريان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان شهر. فائزين في هذه المسابقة هما الطالبين محسن عباد ومحمد خالد، اللذين استطاعوا أن يفوزا على زملائهم، فنقول لهم مبروك لكم الجائزة 5000 تقسموها بينكما بالسوية، ومبروك لكم الجائزة وصفقوا لهما. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش معكم مرة أخرى مع مسابقة القرآن الكريم. الذين دائما نبحث عن الأصوات الجميلة، مريت في هذه الساعة على أحمد بن خالد بن محمد الحسين، أنا أعتبر جده، ولد أخي، فنسأل الله لك التوفيق وصاحب صوت جميل. مرينا عليه الآن يسمعنا مما يحفظ. وهل عاد انتهى متواصل في حفظ القرآن؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الأبصار. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشر الصابنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا فض فوك ولا عيش من يشفوك. ما شاء الله الطالب أو المقرئ الصغير الذي استطاع أن يقرأ من سورة الصاد، وهذا يدل على أنه حافظ من القرآن الكريم، وأيضا صاحب صوت جميل، وهذا يدل على أنه مراجع. يا ابن أخي استمر على ما أنت عليه. نريد أن تكون في يوم من الأيام أن تكون نجم القرآن الكريم. أبوك حاليا في المملكة العربية السعودية دخل لأداء العمرة، وأنا أريد منك أن تصلي أنت في الناس.
وقد ربما تكون ما شاء الله أنت أتقن من أبيك، وصاحب أيضا صوت جميل. نسأل الله لأبوك العافية الذي أحسن تربيتك. والآن نعطيه الجائزة مقدارها 5000 ريال، وكانت برعاية الأخوين اللذين قد ترحلا وتوفيا. نسأل الله أن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، الوالد المرحوم عبد الصالح الرياشي والوالد المرحوم أيضا أحمد الصالح الرياشي. وتحية وإجلال لابنهم البار محمد أحمد صالح الرياشي، ونسأل الله أن يرزقه الولد الصالح. وتابعونا كل جديد، ومبروك لك الجائزة والسلام.